السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل، يا صباح السعادة، صباحكم معطر بذكر الله. ربنا ييسر لنا أمورنا وأموركم جميعا يا رب، اللهم آمين. النهارده بقى يا حلوين كده قبل ما نبدأ الروتين بتاعنا واليوم بتاعنا الجميل ده اللي كله طاقة إيجابية وكله بصوا أفكار حلوة إن شاء الله هتطلعي مستفادة مني لو بمعلومة بسيطة. بس قبل ما نبدأ الفيديو حط لي اللايك بيشجعني جدا. واللي بيشوف قناتي لأول مرة ما ينساش الاشتراك فيها وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم على طول ان شاء الله. اللهم صل على النبي. النهارده بقى انا يومي بدأ بدري قوي، وزي ما قلت لكم يومي بدأ بدري كله طاقة إيجابية كده إن شاء الله. وأهم حاجة يعني كأمهات إن احنا نقوم بدري. أهم حاجة إن احنا نقوم بدري عشان نمسك الوقت معانا بدري. واحنا طبعا في يعني الايام دلوقتي الايام قصيره شويه، اليوم قصير مش طويل، فاحنا لما نكون ناويين بقى على تنظيفات وحاجات من دي فلازم نقوم بدري شويه. اللهم صل على النبي. اول حاجه فطرت كده، وطبعا احنا في الاجازه وولادي خلصوا امتحانات، وبما ان هم موجودين معايا قلت بقى ايه شويه نشاط كده عشان هم طبعا ربنا يخليهم لي يا رب. بخليهم يساعدوني معايا في البيت، اي حاجه بيساعدوني. طبعا ايد لوحدها مش بتعرف تساعد، مش معنى كده ان انا بخليهم يعني بتقل عليهم في حاجة ولا كده، لأ، بيساعدوني، بخليهم يشاركوني في اعمال البيت. عشان ان شاء الله كده يبقى في حصل اي ظرف ليا، حصل حاجة، يبقى الطفل طالع عنده مسؤوليات، عارف ان في مسؤوليات وفي يعني ايه ان احنا نشيل، لازم نساعد بعض ونعاون بعض كده. فانا لازم بخلي ولادي يساعدوني في اي كانت ايه الحاجة اللي هم يساعدوني فيها. و ولو الحاجة ما عجبتنيش مثلا أو مش بيعملوها زي ما أنا باعملها، باعيدها تاني وراهم عادي. بس لازمًا إن أنا أضرّيهم وأعرّفهم إن إيه، يكون في إيه، مساعدات كده، لازمًا كلنا نساعد بعض. ربنا يخلّيهم ويهديهم يا رب، اللهم آمين. طبعًا أول حاجة بقى أنا عايزة أمسك البار بتاعي ده بالنيش، أطلّع الكوبايات بقى والكاسات واللي هي الأطقمة اللي فيه دي أغسلها. أنا متعودة كل سنة قبل رمضان إن أنا بامسكهم أغسلهم كويس أوي. ليه بقى؟ لإن باجي في رمضان طبعًا الحاجات دي كلّها بتطلع، وبنطلّع بقى الحاجات دي مش هنفضل عاينينها كده دايمًا، برغم إن أنا والله على طول باطلّع الحاجات دي، يعني مش اللي أنا عايناها، الحاجات اللي في النيش واللي في البار والحاجات دي مش باعينها. يعني إيه، مش اللي أنا عايناه مثلًا أقول لضيف، لعزومة، للضيوف تيجي عندنا نطلّعها، لأ، أنا مش باحب كده. أنا أحسن من الضيف، ومعلش يعني الضيوف على دماغنا، بس ولادي وبيتي كده وأنا في وسط ولادي، ده عندي بالدنيا كلّها. لمّا أبقى في وسطهم كده وفرحانة بيهم وفرحانة ببيتي وبحياتي الحمد لله يا رب، ربنا يديمها علينا نعمة، دي حاجة حلوة أوي. باستغلها بقى إن أنا الحمد لله مبسوطة ومرتاحة الحمد لله، فأنا أطلّع كل حاجة عندي، مش اللي أنا هاعينهم لمين. أنا دايمًا أقول أنا عايناها الحاجات دي لمين؟ لا قدّر الله ما حدش ضامن عمره، ممكن على طول في ثانية الواحد لا قدّر الله يموت، ولا منِّك اتهنيتِ بحاجتِك ولا استعملتِ حاجتِك ولا يعني ما استعملتيش بحاجتِك، فلازمًا كده إيه، لأ، أنا شايفة إن هي ما لهاش لازمة خالص إن إحنا نعين حاجة في النيش كده والكلام ده. وأنا على طول والله يعني باطلّع الحاجات دي باستعملها دايمًا. فربنا يا رب يخلّينا لولادنا ويخلّي لنا لحاجتنا وندوّب حاجتنا كلّها يا رب، مش اللي هي اللي تدوّبنا، اللهم آمين يا رب. طبعًا كده أول حاجة بقى إيه بدأت بيها، قُلت هامسك الشباك ده أنفّضه كويس. أنا كنت حاطة في الشباك ده معايا إيه، خُمار كده ليّا حاطاه عشان الشتا. طبعًا أنتم عارفين إن أنا دور أرضي وما فيش يعني إيه سطح بقى فوق ولا حاجة ولا دور تاني ولا كده. فالشتا لمّا بينزل الجو لمّا بيشتي بينزل على طول على الشباك كده، بينزل مَيّة على الشباك وعلى الخشب. فهو المَيّة على الخشب عامةً غلط، غلط بتبوّظ الخشب وتبوّظ الدهانات والحاجات دي بتخلّيها تفلّق وتبوظ. فأنا إيه، حاطة فيها الخمار ده عشان المَيّة ما تنزلش على الشباك تبوّظه، يعني المَيّة أمّا تنزل والّا حاجة الخمار ده أو الفوطة دي إن هي إيه، تشرب المَيّة. نفّضته بقى كويس ومسحته من التراب والحاجة اللي هي فيه. والله يا جماعة أنا مش عارفة هو التراب ده بييجي منين، يعني هو إحنا دلوقتي في فصل شتا، التراب ده بييجي منين ما أناش عارفة بجد. والله بجد أنا بُصّوا الدور الأرضي ده بُصّوا يعني مضايقني ضيقة بقى.
يعني أنا الأول كنت في شقتي القديمة، كانت شقتي في الدور التالت. ما كانش بالطريقة دي خالص، كان في تراب وكل حاجة، بس مش بالطريقة بتاعة الدور الأرضي ده. يعني أنا قاعدة في الدور الأرضي ومني للطريق وفي الأراضي الزراعية. متى بقى تتخيلوا بقى تراب بقى وحاجات إيه. فالحمد لله، الله المستعان، ربنا يعيني. والله على طول يعني هعمل إيه بس، يلا الحمد لله. الحمد لله إن أنا لوحدي، الحمد لله يعني. طبعًا كل حاجة لها مميزاتها وكل حاجة لها عيوبها، فالحمد لله. يعني أنا أبُص للمميزات اللي أنا فيها الحمد لله. أنا دايمًا باحمد ربنا، ومش مش اللي أنا إيه، باستكبر على الحاجة ولا كده، أنا بارضى بقليله، أي حاجة الحمد لله راضية بيها، ما دام أنا مبسوطة أنا وولادي وعايشين مرتاحين وبصحتنا الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، دي بالدنيا كلها. فمش محتاجة بقى إن أنا مثلًا إيه، أقول لأ دي مش عاجباني أو دي مش أو دي عاجباني، لأ، الحمد لله أنا راضية بأقل من كده كمان، الحمد لله. طبعًا بقى إيه، زي ما قُلت لكم نفّضت الشباك كويس، جيت هنا أول حاجة على البار شِلت كل حاجة من عليه، وهابدأ بقى إن أنا إيه، أمسحه. هنا معايا الإزاز بتاع البار ده، اللهم صل على النبي. بامسكه بقى إيه، ولا تقولي لي بقى إيه ملمّع اللي هو بتاع الإزاز ده، ولا فوطة ولا جورنان ولا الحاجات دي خالص. معاكِ السلكة اللي هي بتاعة المواعين دي، بُصّوا بقى بتخلّي الإزاز بيلمع كده، بيلمع بجد. بتمسكي حتّة من السلك، بس أهم حاجة تكون سلكة ناعمة أوي، ناعمة، ما تجيبيهاش فيها حتّة ناشفة أو حتّة حرشة شوية، لإن لو جبتيها كده بتبوّظ معاكِ الإزاز وهتخربشه، فتكون ناعمة جدًا، جدًا خالص يعني. وتيجي على طول بقى على الإزاز، أي بُقعة بقى، أي نقطة مَيّة، أي شبورة كده، لإن ساعات الإزاز بيبقى مشبّر، فمش بالساهل إن هو يطلع معاكِ بفوطة والّا حاجة. جيت بالسلك على طول مسحته كويس أوي، تنّيتني ماشية كده عليه بالسلكة كويس أوي، أي بُقعة بقى أي حاجة أطلّعها. وجيت هنا جِبت فوطة، لأ مش فوطة، شُفتوا أنتم الفانيلات الفانيلات اللي هي البيضا بتاعة ولادنا دي، لمّا يعني بتقدم عندي وكده بتاعة ولادي، على طول مش بارميها خالص، أنا باخلّيها للإزاز، لإن الإزاز لو مسحناه بفوطة، الفوطة بتبقى عاملة وبَرة كده، فالوبَرة دي بتطلّع زي قطع فِتَل كده بتمسك على الإزاز، مش ولا أكنِّك ماسحاه. أمّا الفانيلا اللي هي البيضا دي، بتبقى مش موبّرة، هي بتبقى فوطة بيضا ما فيهاش أي نوع وبَرة خالص، فلمّا تمسحي بيها في الآخر بتدّي لمعة وبتدّي، بُصّوا بقى، بتخلّي الإزاز كده جميل أوي. أنا عاملة كده على طول وماشية بالطريقة دي على طول. طريقة ممتازة أوي، ومش بتعوّر إيدِك، يعني السلك مش بيعوّر إيدِك ولا بيخربش الإزاز ولا أي حاجة، بس أهم حاجة زي ما قُلت لِك تجيبي السلكة تكون ناعمة جدًا. تمام. خلاص خلّصت بقى ومسحت. جِبت شوية من الخل على شوية من المَيّة، وعلى طول بمَيّة دافية كده، ومسحت على طول الخشب بقى معايا والرخامة بتاعة البار دي، نضّفت كويس أوي الأتربة وكل حاجة فيها. آآ جيت هنا بقى قُلت إيه، مش هاشيل أي حاجة في البار، طبعًا البار من تحت بقى فيه كاسات وفيه كوبايات وفيه طقم اللي هو طقم فناجين كده، وفي طقم تاني اللي هو بتاع الجيلي ده، وأطقمة كتير، يعني في حاجات كتير بصراحة. أنا عندي البار ده لامم حاجات كتير، وفي طقم اللي هو بتاع القهوة برضك، كاسات صغيرة كده بتاعة قهوة، غير الفناجين. في شوية حاجات كده، فمتطربين بقى قُلت إيه، هاشيلهم أغسلهم. وكنت ناوية إن أنا أشيل برضك ضلفة أو ناحية من ناحية النيش، بس بصراحة جالي ضيف أو ضيفة يعني جات لي يعني، عطّلتني بقى فاتأخرت، فلقيت نفسي الوقت دخل عليَّ وما عملتش غدايا وكده، فأنا قُلت إيه، لأ، بلاش النهارده بقى، كفاية عليَّ إن أنا أروّق الحتة كده وأروّق الصالة كلها، وإن أنا أجيب الحاجات اللي في البار من جوّه. لإن البار طبعًا برضك هو فيه حاجات كتير، يعني مش اللي هو إيه ما فيهوش حاجة، لأ ده هو مليان. فقُلت كفاية بقى عليَّ البار المرّة دي وخلاص، النيش إن شاء الله برضك أعمل ناحية بناحية. وأنا طبعًا يعني إيه، مش اللي أنا فاضية ما وراييش حاجة والّا ما فيش حاجة ما باعملهاش، لأ ده اليوم كلّه روتينات بالنسبة لي. فربنا يعيننا جميعًا يا رب، اللهم آمين. آآ
يلا بقى يا حلوة كده اتشجعي وقومي. لو وراكي بقى ايه النيش بتاعك حاجة ما عملتهوش تدخلي الشتاء، يبقى تمسكيه كده تنضفيه وتروقي عليه وتخليه جميل كده. بصراحة أنا دي يعني عادة ربنا ما يقطعها أبدا، أنا على طول ضارية إن أنا أمسكه على طول أغسله كده، مش بسيبه خالص بالفترات الطويلة. اللي هو إيه، مثلا كل سنتين تلاتة كده أغسله، لا أنا على طول كل سنة باجي أقوم شايلة كل حاجة فيه كده، وبرضك مش بضغط نفسي. يعني ايه، ناحية بناحية. طبعا انا عندي النيش بتاعي ناحيتين، بقوم ماسكة ناحية بناحية منزلاها وغسلاها كويس برضك. وزي ما قلت لك مش بضغط نفسي خالص عشان ما فيش حاجة تتكسر مني ولا كده، واحدة واحدة كده وعلى مهلي، وما يكونش حواليا أطفال صغيرين عشان الدنيا ما تتبهدلش. ف ربنا يعيننا يا رب، اللهم امين. ويجعل الايام كلها خير وسعاده كده. وربنا يعيننا يا رب على رمضان، ويبلغنا رمضان، اللهم امين يا رب. وطبعا بقى احنا بنعمل الحاجات دي كلها استعدادا لرمضان، ليه بقى؟ عشان نبقى ايه فاضيين في رمضان بقى للذكر وللصلاة ولقراءة القرآن. والحاجات دي يعني مش ان احنا نبقى مخبولين بقى في غسيل وفي ترويقات وفي تنظيفات وحاجات من دي. لا احنا ايه، نفضي نفسنا خالص، لان هو شهر واحد بيجي في السنة، فربنا يبلغه لنا يا رب ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم امين. ف اما نخلص بقى كل اللي ورانا قبل رمضان، ناخد رمضان مرتاحين كده، يبقى صيام وصلاة وذكر كده واحنا رايقين. ف خلاص بقى كده ايه، جبت الصلاة كلها كنيس، وجبت من عندي الشاشة كده من عند الركنة. من يمة هناك كده برضك جبتها كنيس. والله يعني انا محتاجة برضك ان انا اغسل السجاد بتاعي، برغم ان انا غسلاه بقالهوش شهرين، بس طبعا بحكم الدور الارضي اللي انا بص بصراحة تعبت منه جد بجد، تعبت منه خالص. الدور الارضي ده تعبت منه جدا جدا والله. فبحكم بقى ان انا في الدور الارضي وكده، السجاد اتبهدل تاني، عايزه اغسله. فان شاء الله برضك هغسله معاكم وهنروق الدنيا. بس انا قلت بقى ايه الايام دي، يعني الايام دي الجو الايام دي بقى له كده حوالي اسبوع ولا حاجه، من اول ما طوبه بدا، شهر طوبه بدا والجو شتاء، ما فيش يعني ان شمست شويه ولا كده بتلاقيها برضك ما فيش شمس، الجو بيشتي، الجو هوا، فالجو مش مظبوط الايام دي. فانا قلت ايه اما اشوف كده ان شاء الله اقوم يوم كده الاقي الجو الشمس طالعه حلوه والدنيا حلوه كده، لان طبعا ما ينفعش ان انا اسيب الشقه من غير فرش، طبعا الجو تلج قوي. فانا عيالي يعني صغيرين لسه، فطبعا الجو ساقعه، خاف عليهم يمشوا على السيراميك والحاجات دي كده في البرد ده. وطبعا طول ما الجو ما فيهوش شمس السجاد بيغيب على ما بينشف. فانا قلت ايه ان شاء الله ما يجي يوم كده الاقي الشمس طالعه فيه حلوه اقوم غسلها على طول. شلت بقى لميت الحاجه اللي هي اللي في البار كلها بقى هغسلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تستغربوش بقى من الصوت اللي انتوا بتسمعوه ده، لان انا قاعده على السطح بسجل لكم الفيديو، فصوت بقى العربيات والحاجات دي على الطريق معديه كده ايه، عامله ازعاج شويه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كنست بقى ونضفت زي ما انتوا شفتوا كده. قلت الاول اغسل الكوبايات وال هغسل الاول الكوبايات والحاجات دي كلها، وبعدين بعد ما اغسلهم اسيبهم يتصفوا كويس. حطيت انا معايا الفوطه دي، هغسلهم كويس الاول واسيبهم يتصفوا، وبعدين اجي على الارضيه بقى امسحها. امسح الارضيه يعني بتاعت الصاله وكده، امسكها امسحها كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبنتي كانت معايا، مكة كانت معايا يعني، فانا ما حبيتش امسح وهي موجوده، لان طبعا انتوا عارفين الاطفال مش بيقعدوا، تيجي تقعدي العيل مثلا في جنب كده تقولي لها اقعدي او اقعدي يا ابني، مش بيسمعوا الكلام خالص ويقعدوا في جنب. فانا بخاف عليها يعني، زحلقت السيراميك ربنا يحفظنا يا رب، مش حلوه. ف فانا ايه استنيت اللي هي لحد ما تروح الدرس بتاع القرآن، بوديها مع اخواتها تحفظ قرآن. آه فاستنيت ان هي على ما تمشي، وبعدين ابدا تاني بقى ايه امسح. فانا قلت بقى ايه على ما يمشوا واكون غسلت الايه شويه الكوبايات دي. هنا معايا نوعين من الكوبايات، نوع كده ساده شويه، هما الاتنين يعني هما التلات انواع تقريبا ساده يعني ما لهمش نقشه ولا حاجه، بس في نوعين مختلفين يعني، في مموج كده يعني اشكال كده حلو. ربنا يخلينا يا رب وندوب حاجتنا، والله يا جماعه ربنا يخلينا وندوب حاجتنا ويعزلنا وخلي لنا اولادنا
وخلي لنا بيوتنا. لان بجد والله يعني الواحد لما بيسمع حاجه ان ست مثلا ماتت وسابت ولادها وسابت بيتها، والله بتصعب يعني على الحق. يعني انا عن نفسي بقالي 12 سنه متجوزه وحاجتي زي ما هي وعزالي، فبدا دايما اقول يا رب خلي كل ام لبيتها وكل ام لاطفالها يعني. ف والله بتبقى صعبه. فوالله استمتعوا بحياتكم بجد وطلعوا حاجتكم كلها، دوبوها، ما تخافوش على حاجتكم خالص. ما تقوليش لا انا هسيبها للزمن وهسيبها مش عارف ايه. محدش ضامن عمره. يعني انت ما انتش ضامن عمرك دقيقه واحده. ان انت هيجي دلوقتي اللي بيموت، ربنا يخليكم لولادكم طبعا. اللي بيموت ميت الظهر ولا ميت العصر بيدفنوه المغرب، يعني مش بيبيتوه حتى لتاني يوم. فوالله بتبقى صعبة قوي. فاستمتعوا بحياتكم ودوبوا عزالكم وحاجتكم كده. ما تستخسروش حاجة في نفسكم بجد. خلاص بقى خلصت. غسلت زي ما انت شفتوا كده. وغسلت بقى الطقم اللي هو بتاع القهوة ده بردك ليه اللي هو طقم القهوة ده ليه ترمس كده زي ما انتوا شفتوا. سبتهم بقى يتصفوا وجيت هنا بقى على طول جبت السطل بتاعي ده بالشرشوبة بتاعته، حطيت فيه شوية من من الملح وشوية من الخل ومية دافية. تمام، يعني شوية من الملح بقى جميل قوي، بيطلع أي طاقة سلبية من البيت. حلو الملح. أي حاجة وحشة بيطلعها من البيت. نمسح الزقار اللي في البيت كويس بالمية بملح. حلو قوي، أنصحكم بيه. اي حاجه بقى سلبيه، اي حاجه ربنا يكفينا شر الوحش يا رب. اي حاجه وحشه بطلعها من البيت يعني، وانتوا اكيد فاهمين كلامي. لان انا بصراحه مش بحب اجيب السيره دي. فاي حاجه مش كويسه في البيت، اي طاقه سلبيه، اي نفس، اي حسد، اي حاجه بتطلع من البيت. الميه بملح. حطيت شويه من الملح وميه دافيه وشويه من الخل، لا، من الكلور الابيض بس. استكفيت بكده بس، ما حطيتش اكتر من كده. وبدات بقى ان انا امسح كويس قوي الصاله معايا. خشي يلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جيت على طول بقى مسحت زي ما انتم شايفين كده. ومسحت بردك معايا الارج اللي هو الخشب ده. مسكته بردك بميه بشويه من الخل. مسحته كويس قوي. الخل بيديني لمعه جميله قوي وبنضف معايا، بحس كده بيدي لمعه وريحه بردك جميل. وجيت من عندي بردك الركنه كده مسحتها كويس. وكنست بردك تحت الركنه، طلعت اي حاجه فيها، كنست كويس اي حاجه كل مكان فيها يعني كنسته ومسحته. زي ما قلت لكم كنت محتاجه ان انا اشيل السجاد، بس ان شاء الله بقى هشيله كله مره واحده للغسيل. هنا ما شاء الله بقى الشقه راحت جميله قوي. بعد ما كنت طلعت السجاد في الشمس طبعا، وخد بقى شمسته وكده وتهوى ونفضته كويس. نزلته بقى وفرشته زي ما انتم شايفين كده. هنا برضك مسحت الازاز اللي هو بتاع الجزامه دي، وطلعت الجزم منها عزكم الله. نفضتهم وكنستها كويس ومسحتها برضك. ومسحت الازاز بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها البار. وروقت الدنيا كده ورشيت بقى شويه من المعطر. والشقه راحت فله مفلفله كده وجميله بتلمع. ومسحت برضك البار اللي هو بتاع المطبخ ده. اللي هو الجبس ده. ومسحت بقى كل مكان كده على قد ايه. ما الوقت معايا. يعني لقيت الوقت معايا كده لسه طويل شويه، عملت بقى على قد ما اقدر. راحت الصاله بقى جميله اهيت. وطبعا هنا انا فرشه حافظتين عشان السقعه، لان بدفي في الشقه بقى على قد ما اقدر عشان ولادي. وغسلت بردك المفارش اللي هي كانت المفارش دي اللي هي على البار دي. ونشفوا وفرشت بقى ونضفت. راحت الدنيا جميله ازاي. والله النظافه دي مفيش بعد منها نظافه، يعني النظافه حاجه جميله. تحس بالروايح وتبقي مبسوطه كده وعندك طاقه حلوه كده اما تشوفي المكان نظيف. زي ما انتوا شايفين كده بقى كل حاجه راحت فله جميله. والحاجات بقى اللي على البار دي كلها مسحتها ونضفتها برضك كويس. هنا بقى كنت رصيت كل حاجه مكانها تاني بعد ما نشفت بقى وظبطت المكان كده. ده الطقم اللي هو بتاع الجيلي. وهنا بقى الضلفه اللي هي في النص دي كلها بقى الايه اللي هي الكوبايات بتاعت الميه. وطقمين اللي هم برضه الكوبايات صغيره شويه دي. وطقم القهوه دول اللي هو الصغيرين اللي هم بايد دي الصغيرين شويه دول.
وده طقم القهوة بردك اللي هو الفناجين دي بالترمس بتاعها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله بقى نعمل بردك مع بعض النيش. همسكه بردك ناحية بناحية كده بردك وانضفه كويس عشان ما نضغطش بردك، ما اضغطش نفسي. طبعا انتوا عارفين الحاجة اللي زي دي بتبقى عايزة بالراحة شوية عشان ما فيش حاجة تتكسر وتتبهدل يعني. هنا بقى رشيت بقى الشقة كده عشان اي بقى حشرات، اي دبان، اي حاجة تطلع منها، وروقتها كده وخلاص سبتها. ونشوف بقى هنعمل غدا النهاردة. هنا طبعا كنت هعمل مكرونة، وهنا في الحلة اللي هناك دي حطيت شوية من البطاطس. جبت كام بطاطسية كده قطعتهم وغسلتهم كويس، ومعاهم بيض برضه غسلت البيض كويس. جبت الحلة معايا كده، حطيت فيها بقى معلقتين كبار من الزيت. وهنا انا بفضل يا جماعة ان انا اعمل المكرونة بالثوم، بصراحة مش بحبها بالبصل خالص، بتبقى طعمها احلى وريحتها احلى كده بالثوم. فانا هنا عاملة معايا حوالي راس من الثوم، ادقها كويس. اهم حاجة ان احنا ننعمها كويس عشان ما تبقاش باين بس معانا الثوم. نعمتها كويس كده، دقها كويس ومنعماها، وبعدين بخليها تاخد اللون الاصفر ده، وبعدين انزل بالطماطم على طول. وهنا حاطه حله بقى عشان اسلق فيها المكرونه. غدانا النهارده بقى سهل كده، ما فيهوش حاجه يعني، مش صعب ولا حاجه. يعني بما اني كنت اتاخرت، فانا عشان الوقت معايا، والله انا مولا الضيفه اللي جات لي ديت هي عزيزه على قلبي وكانت منوراني وكل حاجه، بس يعني عطلتني. يلا ربنا يجعل بيتنا مفتوح دايما يا رب للحبايب كده وللخير. شايفين هنا الشمس بقى كانت داخله من الشباك العصر كده بقى المغرب يعني، خلاص الشمس بقى هتروح بيتها، تلاقي الشمس قبل الشباك اللي هو في الصاله على طول ده. ما هو انا المطبخ مفتوح في الصاله، فتلاقي بقى الشمس ضاربه في المطبخ كده على البوتاجاز، تبقى شكلها جميل قوي. وبحب كده وانا واقفه في المطبخ الشمس تبقى داخله كده وتبقى على البوتاجاز بالذات كده تبقى شكلها جميل قوي. يعني كمان هنا الكاميرا والله ظلمها. خلاص هنا بقى نزلت بالطماطم، حطيت شويه من الشطه، الشطه اللي هي ناشفه دي عشان تبقى سبايسي شويه، والفلفل الاسمر بس، والملح، وخلاص. هسيب بقى التسبيكه تتسبك معايا كويس. هنا البطاطس بتاعتي بقلبها. بمجرد ما تستوي بطفي عليها على طول النار. وهنا الميه غلت، هنزل على طول بكميه المكرونه بتاعتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلوا على النبي يا جماعه كتير في الكومنتات، صلوا على النبي. يعني مش عايزين تحطوا لي اللايك ما تحطوش، بس صلوا على النبي كتير في الكومنتات. لان الصلاه على النبي جميله قوي، بتريح القلب قبل اي حاجه، بتخلي قلبك مرتاح كده وفيه طمأنينة، وبتخليكي تحس ان مفيش هموم في الدنيا ولا في اي حاجه في الحياه. والله بتخلي الدنيا تحس ان هي سهله كده، ومفيش زعل ولا في خنقه ولا في اي حاجه. فنصلي على النبي كتير يا جماعه. وطول ما احنا بنطبخ بقى، بنغسل مواعين، بنروق في بيتنا، دايما نذكر الله، نذكر الله دايما، بقول لا حول ولا قوه الا بالله. نصلي على النبي، نستعين بالله، نقول كلام كده يشجعنا ويدينا طاقه ايجابيه، يخلينا ان احنا نستمر ونبقى اقوياء كده. فربنا يعيننا دايما يا رب على ذكره وعلى شكره وحسن عبادته. اللهم امين. هنا بقى نزلت بالمكرونه بتاعتي، هتتسلق كده يا دوبك. بمجرد ما تستوي معايا بسويها سوا كامل زي ما انتوا شايفين كده، بخليها تستوي سوا كامل. اصفيها بقى كويس من الميه، تكون التسبيكه بتاعتي خلاص استوت. هنا التسبيكه خلاص استوت خالص زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه ان هي تتسبك كويس قوي، ما يبقاش فيها ميه خالص. ونشوف الملح بتاعها مظبوط ولا ايه. الملح بتاع التسبيكه بتاعت المكرونه لازم تكون حادقه سنه كده، عشان طبعا معانا المكرونه لسه هتشرب من التسبيكه، فما تبقاش عدبه يعني. فبندوقها كده.
نزلت بكمية المكرونة بتاعتي وخلاص كده بقى بقلبها واسيبها. حابة تحطيها على النار شوية على نار هادية تمام، مش حابة خلاص كده جاهزة على طول للأكل على طول. وجيت هنا بقى ساعة الغدا والله جالي ناس بردك يعني مع جوزي. حطيت بقى ايه، حطيت غدا تاني، عملت اكل تاني، بس كان الاكل التاني ده بقى كان اكل نواشف. عملت بقى اكل تاني وكان اليوم طويل يعني ما شاء الله، كان اليوم بادئ كده بطول كده. ربنا يجعل بيوتنا دايما مفتوحة يا رب للحبايب. بس بجد والله عملت غدا تاني وعملت بقى ايه، جبت بقى تونة وجبن بقى ولانشون وسلطات وبيض و... وكنت كان عندي اناناس بردك، عملت اناناس وعيش بقى، وعملت اكل نواشف كده يعني. وحطيت طبعا بطاطس من دي بردك، بس بصراحة ما حطيتش مكرونة لان المكرونة ما كانتش كتير، فانا كنت هحط بقى ما كانتش هتقضي يعني هروح يعني احط شويه وارجع تاني ما احطش، تبقى شكلها مش لطيف. فانا ايه قلت نواشف احسن وافضل. وبجد الاكل النواشف ده بيبقى جميل قوي، يعني الاكل النواشف ده انا برتاح له جدا كمان يعني عن الاكل المكرونه والحاجات دي. هنا بقى البطاطس بتاعتي استوت، بصفيها من الميه ومش بحط عليها ميه ساقعه خالص، بقشرها بنفس الميه اللي كانت فيها، بس بصفي منها الميه عشان طبعا كانت لسه سخنه. طب ليه يا ميرو؟ لان لو حطيتي عليها ميه من ساقعه من الحنفيه بعد ما تستوي بتخلي طعمها مش حلو خالص، بتخلي طعم البطاطس معاكي مش حلو. فانت يا اما تصفيها من الميه وتسيبيها تبرد وتقشريها، يا اما تعمليها تصفيها من الميه وتقشري على طول. تمام. هنا بقى اتغدينا زي ما انتوا شفتوا بقى المكرونه والبطاطس والزيتون والبيض، وده كان غدانا. ده طبعا كان غدايا انا وولادي، اتغدينا وكان الاكل جميل قوي بألف هنا. وهنا بقى طبعا بما اني واكله مكرونه انا والله يعني ماليش فيها قد كده، بس بصراحه كلت يعني في اليوم ده كلت مكرونه. وقلت بقى بما اني كلت مكرونه وعشان تتهضم، طبعا احنا مخلصين طول اليوم الروتينات الصعبه والحاجات دي كلها، فانا طبيعي هقعد. فانا قلت ايه، لا لازم اعمل لي كوبايه قهوه خضراء جميله قوي بتساعد على الهضم، ولو في نسبه دهون انت واكلاها بتنزلها على طول، يعني مش بتخلي جسمك يخزنها. فباجي على طول كده اقوم عامله لي كوبايه قهوه خضراء واقوم شربها، بسيبها تهدى شويه من غير سكر خالص واقوم شربها. جميله قوي زي ما قلت لكم يا بنات. خلاص بقى هنا يومي خلص، يا رب لو كنتوا استفدتوا مني معلومه ما تنسونيش في